أوقاتا سعيدة أتمناها لكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء. سنكون معا في حلقة جديدة من الزاوية البيئية. في حلقتنا اليوم سنتحدث عن التضخم السكاني وتأثيرات هذه الظاهرة على البيئة. مستمعينا الأكارم، أن الزيادة المستمرة في عدد السكان واحدة من المشاكل الضخمة التي تعاني منها شعوب العالم، ومشكلة النمو السكاني المتسارع هي السبب وراء أي مشكلة أخرى، ويعزى هذا النمو السريع للسكان بأي تطورات في البيئة بمختلف المجالات الصناعية، التجارية، الغذائية، الاجتماعية والتعليم. مستمعينا الأعزاء، الدراسات المختصة أوضحت أن نحو 3500 إنسان يولدون كل 20 دقيقة، ومن المؤكد أن ذلك الارتفاع الهائل بعدد السكان يؤدي إلى استغلال الموارد الطبيعية وتدمير البناء نتيجة عدم التوازن بين الاثنين، نظرا للتضخم السكاني من جهة يقابله عدم توفر الموارد والغذاء والسكن الملائم من جهة أخرى. مستمعين الأكارم، عوامل مثل النمو والتوزيع السكاني بالإضافة إلى الهجرة العالية بين المدن لأسباب مختلفة مجتمعة مع أنماط الاستهلاك البشري تلقي تبعاتها على البيئة التي لها حدود وقدرة لاستيعاب النفايات والاستمرار بقطع الأشجار والتوسع السكاني والحاجة للمياه العذبة لغرض الري أو الاستهلاك البشري والوقت اللازم لإعادة تدوير النفايات العضوية. تدهور البيئة، تلوث الماء، الهواء والتربة وفقدان التنوع البيولوجي كلها تأتي نتيجة زيادة عدد السكان بشكل عشوائي. مستمعين الأكارم، من المرجح أن يصل عدد السكان في العالم في عام 2050 إلى 9.2 مليار نسمة، وبالطبع ذلك التضخم السكاني الكبير في ظل التدهور البيئي الحاصل منذ سنوات سوف يولد المزيد من الضغط على البيئة ومواردها. وقد برز الانفجار أو التضخم السكاني مع عصر الصناعة والتقدم العلمي، وصاحب ذلك سوء التخطيط للتنمية والأساليب الصحية لإدارة النفايات. مستمعين الأكارم، العديد من العوامل التي تتولد نتيجة النمو السكاني المتسارع والتي لها أثر كبير بتدمير البيئة والاستغلال الكبير للموارد، ومن تلك العوامل التوسع العمراني والبناء في الأراضي الهشة، وحتما سيؤهلها لأن تكون عرضة للفيضانات والزلازل. أما الأثر الثاني يتمثل بزيادة الضغط على الموارد الطبيعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني وتوفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي. مستمعين الأعزاء، إن الحاجة لضرورة وضع الخطط للتنمية البشرية والتوزيع السكاني بالأسلوب الأمثل من قبل الحكومات هو الحل الوحيد لوقف عشوائية زيادة السكان. مستمعين الأكارم، وصلنا إلى نهاية زاويتنا لهذا اليوم عبر أثير هيفي اف ام. نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.